ورشة الحاج عوض، المكان اللي الشغل فيه ما وقفش بعد الموت على طرف النيل، في حتة هادية محدش بيحب يعدي منها بعد المغرب. واقف مبنى خشب قديم متآكل من الرطوبة، بابه متقفل بجنزير مصدي وشبابيكه كلها ضلمة، لكن أهل المنطقة عارفينه كويس. دي ورشة الحاج عوض، ورشة مراكب قديمة مقفولة من سنة 2001. بس الغريب إن الناس هناك مقتنعة إن الشغل فيها لسه شغال لحد النهاردة. الحاج عوض الحاج عوض كان أشهر صنايعي مراكب في دمياط. الناس كانت بتقول إيده تتلف في حرير، أي مركب يشتغل فيها تمشي في المية كأنها طايرة. وكان معروف عنه حاجة غريبة، إنه عمره ما ساب شغل ناقص إلا مرة واحدة. قبل ما يموت بأسبوع بدأ يشتغل على مركب جديدة، مركب كبيرة غريبة في تصميمها ومحدش فاهم مين طالبها. كان يقعد فيها بالساعات لوحده بعد العشاء، وكل ما حد يسأله عنها يرد بجملة واحدة: لازم تخلص مهما حصل. لكن المركب ما خلصتش، لأن الحاج عوض مات فجأة جوه الورشة، واتلاقى واقع جنب الهيكل الخشب وإيده ماسكة الشاكوش. صوت الشاكوش الساعة التالتة الفجر بعد موته بأيام. الصيادين اللي بيعدوا بالمراكب بالليل قدام الورشة بدأوا يسمعوا حاجة غريبة، صوت دق خشب، شاكوش، ومنشار، وصوت تسوية ألواح، بالظبط نفس الصوت اللي كان الحاج عوض بيشتغل بيه. الغريب إن الورشة وقتها كانت مقفولة بالكامل. مرة 2 شباب حبوا يصوروا فيديو شجاعة، كسروا القفل ودخلوا بالموبايلات والكشافات. في الأول المكان كان هادي، تراب، خشب قديم، وريحة رطوبة. لكن فجأة سمعوا صوت دق جاي من آخر الورشة. راحوا ناحية الصوت ببطء ولمحوا راجل عجوز لابس جلابية رمادي قاعد في الضلمة وبيضرب بالشاكوش على مركب. المشكلة إنه ما كانش فيه مركب أصلا في المكان اللي قاعد فيه. الشباب جمدوا مكانهم، واحد منهم نادى: مين هناك؟ الراجل وقف يدقه ببطء وبعدين لف وشه ناحيتهم. وشه كان ضلمة بالكامل كأن مفيش ملامح، وأول ما نور الكشاف جه عليه اختفى. الشباب جريوا من الورشة وهما بيصرخوا، ومن يومها ولا واحد فيهم قرب للنيل بالليل تاني. المركب اللي ما بتخلصش جوه الورشة لحد دلوقتي في هيكل مركب خشب قديم، لكن كل اللي دخل الورشة أكد نفس الحاجة: المركب شكلها بيتغير، مرة يبقى فيها لوح زيادة، مرة تلاقي جزء كامل متقفل بخشب جديد، مرة تلاقي مسامير لسه مدقوقة رغم إن المكان مقفول من سنين. واحد من الصيادين حلف إنه دخل الورشة الصبح وشاف نشارة خشب طازة على الأرض، ولما رجع العصر لقى شكل المركب اتغير كأن حد اشتغل فيها طول اليوم. لعنة المية بعد موت الحاج عوض، ناس كتير حاولوا يشغلوا الورشة، لكن أي مركب تتصلح هناك كانت تغرق. أول مركب غرقت بعد يومين بس، قالوا قضاء وقدر. التانية غرقت في أول طلعة، التالتة والرابعة نفس المصير، مع إن كلهم كانوا متفحصين وسليمين. الصيادين بعدها بطلوا يقربوا من المكان، وبقت في جملة مشهورة على المرسى: الحاج عوض مش راضي حد يلمس عدته. الريحة أغرب حاجة بتحصل هناك، إنك لو عديت جنب الورشة في عز الصيف هتشم ريحة غريبة جدا، ريحة خشب متقطع حالة وغراه ونشارة جديدة، ريحة ورشة شغالة بكامل طاقتها. لكن لما تبص تلاقي الباب متقفل بجنزير مصدي من أكتر من 20 سنة. آخر مرة الباب اتفتح سنة 2015. ابن الحاج عوض قرر يبيع الورشة، قال إن كل دي خرافات. جاب مشتري وفتحوا الباب سوا. أول ما دخلوا لقوا كل حاجة مغبرة وقديمة، لكن على ترابيزة النجارة كان في شاكوش ومسمار وعليهم نشارة خشب طازة. المشكلة إن النشارة كانت لسه بتنزل ببطء من المنشار المعلق فوق الترابيزة، كأن حد كان شغال من ثواني بس. المشتري وشه أصفر ورجع لورا وهو مرعوب، وقبل ما يخرج من الورشة سمعوا كلهم صوت شاكوش واحدة قوية دق طالعة من آخر المكان، مع إن مفيش حد جوه غيرهم. المشتري جري، وابن الحاج عوض قافل الباب بالجنازير تاني. ومن يومها الورشة ما اتفتحتش أبدا. ولحد النهاردة الصيادين في دمياط عندهم قاعدة واحدة بعد العشاء: النيل عند ورشة الحاج عوض مش بتاعنا، لأن الوقت ده بيكون وردية الحاج.